أحلام تدل على هناك من يحقد عليك ويحسدك، وتدل على هناك ناس مخادعين في حياتك. سوف أتحدث عنها في هذا الفيديو. تعالوا نرى إيه هي هذه الأحلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في هذا الفيديو يا حبايبي هنتحدث عن بعض الرؤى، والباقي في فيديو آخر، التي تدل على هناك من يحسد عليك ويحقد عليك. ومن هذه الرؤى يا حبايب قلبي، عشان مش هطول عليكم الفيديو، أول رؤية معنا رؤية أن تجد نفسك تعبان ومش قادر تتحرك في المنام وجسمك كلك بوجعك، وتقوم من النوم تجد هذا فعلا مش قادر تتحرك، في تعب في جسمك كله، فبدل ان انت فيك تعب، في حد حاسدك، في حد تعبك في حياتك، سبب لك تعب وخبول في حياتك، فدي رؤية من الله ليك ان في حد حاسدنا. الرؤية التانية رؤية الكلب الأسود، وينظر إليك ويبص لك وهو جعان وعنده جوع شديد، فدي معناه إنسان حاقد عليك حاسد عليك، فاحذرها. رؤيتي كمان يا حباب الغراب بيدل على إنسان مش كويس ولئيم ومخادع، ترى في المنام يدل على هناك من يحقد عليك ويحسد عليك. من رؤى برضو ان ترى الشخص في المنام هو في الحقيقة شايفينه في منظر جميل، لكن تراه في المنام في منظر وحش، يالك في هيئة وحشة، فدي إنسان عند مخادع منافق حاسد، معناها في أمور مش كويسة فيه. كل دي والله أعلى وأعلم يا حبايب قلبي. إيه من رؤى تاني رؤية القنفذ اللي كل أشواق تجده في المنام حواليك أو في بيتك، معناه هناك من يحسد عليك ويحقد عليك في منامك، فبتبقى رؤى بتدل على الحقد والحسد. أو تجد إنسان جاي لك لابس قناع وهو في الحقيقة مش لابس قناع. لما ترى إنسان في المنام لابس قناع وهو في الحقيقة مش لابس قناع، فدي معناها إنسان بوشين داري أمور عنك، لئيم في حاجات مش وانت بتحبه ومخلص ليه وتجده كده، فبتدل على ان هذا انسان عنده خداع ليه، وانسان منافق وحاقد وحاسد. برضو من الرؤى الكثيرة جدا اللي بتدل على الحقد والحسد رؤية الخنزير. لما تشوف الخنزير في المنام أو القرد بيدل على هناك حسد أو حقد من ناس مقربين، أو سواء مقربين لك في البيت أو في العمل أو في الشارع. فالرؤى دي الحسد مش بيجي لما نقرب الناس يا حبايب قلبي، فنبقى أتكلم عشان تستفيدوا وتتعلموا وتعرفوا. أو رؤية الثعبان الأسود وهو جعان وحاسس في المنام عاوز يهجم عليك، فبدل برضو إن هناك من أصابك بحقد أو حسد. أو ترى نفسك في أماكن مهجورة يا حبايب قلبي، وانت حزين كده وتعبان ومش عارف، تايه فيها مش عارف تطلع، عاوز تطلع من أي مكان مش عارف، فدي بتدل إن أنا هناك من يحقد عليك ويحسد عليك، سبب لك أذى في حياتك. فالرؤى التي تدل على الحقد والحسد كثيرة جدا، ولكني أنا أتكلم على البعض والبعض الآخر في فيديو آخر حتى لا يكون الفيديو طويل عليكم يا حبايب قلبي. برضو من الرؤى اللي بتدل على الحقد والحسد وناس مقربة ليك رؤية البرص يا حبايب قلبي، كان في أيام سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام نفخ النار على سيدنا إبراهيم، فهنا دي من شافها في المنام بيدل على وجود من الحاقدين الحاسدين الذين يسببون الفتنة والمشاكل في البيت، بيحبوا الحتة تولع نار وتزيد، فدي برضو من علامات الحقد والحسد. فهدي الخفاش أحيانا يدل على وجود من يحقد عليك أو يحسدك في المنام، فهي أعداد كثيرة تشوفها في المنام بتدل على الحقد والحسد الإنسان لو شافها في المنام. رؤية شخص برضو ينظر إليك نظر شديد في المنام، وتحس فيه كده نظر فيه حقد وعنده جوع، برضو حاسس بالجوع وحاسس إنه محتاج حد يساعده ويأكل، وحالته في المنام كده فضعيفة ومحتاج حد يعطيه بصص لك بصرة نظرة حقد كده، بدل على الحقد والحسد. برضو من الرؤى اللي بتدل ان في حد بكد لك وعنده حقد عليك، ان ترى انسان يعض الانامل بتاعتك اللي هي الصوابع
وبناخدها من الآية يا حبايبي اللي في القرآن: وعضوا عليهم الأنامل من الغيظ. صدق الله العظيم. أنا عند غيظ، عند حقد، عند حسد ليك. أنا مش عايزة أطول فيديو عليكم، لكني بستكفي بهذا القدر. وإن شاء الله في فيديو آخر هنتحدث عن بعض الرموز الكثيرة جدا التي تدل على هناك من يحسد عليك. فعليك ألا تحكي هذه الرؤى لأحد إذا رأيتها، ولكنك تعرفها. أنا أحكيها من باب أن تعرفها، وتحاول أن تحذر من هذه الأمور، وتحاول أن ترك نفسك، وتحاول أن تقول الأذكار صباحا ومساء، وتقرأ سورة البقرة، حتى ينجيك الله من أي كيد، من أي حاسد، من أي عين، عشان ما تتصابش يا حبيب قلبي. وبكتفي بهذا القدر، وبتمنى إذا عجبكم الفيديو أن تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان كل شيء جديد يوصلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.